صقر العروبة حسبنا الله على الديوان. تولت ناس شكلها ما تخاف الله، لو تشوف كيف معاملتهم مع الشيخان عرفت ان قضايا الربع ما هي من حله. ولو تشوف كيف معاملتهم مع الشيبان ذرف دمع عينك يا طويل العمر كله. ولو تشوف كيف معاملتهم مع الشبان عرفت السبب اللي ضميره يسول له. ولو تشوف كيف معاملتهم مع النسوان دريت ان 3/4 الاخلاق من حله. وهذه الامور تجمد الدم في الشريان، ولا هي لنا مذهب ولا هي لنا مله. رسول الله اشرف شخص واطهر وعز انسان، لا يهين المسلم اخوه ويذله. فمن كان في قلبه ولو ذرتين ايمان رحم ضعف عود جابته بنته تشله. لا شك الملامه في السويلم وفي الطاسان، ولا هي على العمري ولا هي على الشله. وعلى طاري العمري نشوفه طويل لسان، واذا جاء عود من خضر سكره تله. واذا قال يا العمري تعوذ من الشيطان قال اطلع تقول مكتبه ذاك محتله. وتحسب عليهم كلهم شايب الرحمن وروحوا دمعه من على خده يهله. ولولا احترامك كان سكته على الحجان علشان ما عاد يتعود على الزله. وبستثني العيسى الحاله وابن هرسان، هذا الرجال انت تقدر الشخص وتجله. هذا بعض ما شفته يا ابو متعبك حيلان، وعندي على قولي براهين ودله. فمنا في الله ثم فيك مهما كان ولا في غيرك يعقد الحبل ويحله. فمنا في الله ثم فيك انت مهما كان ولا في غيرك يعقد الحبل ويحله. شيوخ القبايل طال عمرك غدوا رعيان، وصارت رقم 6 غدت في النحر عله. وصارت وظايفنا وراثه من الجدان، هذا جاب ورعانه وذا جاب ربع له. على قول شاعرنا المفضل سعد جدلان غدينا جفير الانصاب ولا سله. ولا صارت الدعوه كذا فقفلوا البيبان وقولوا قفلنا الباب روحوا فمان الله. واذا بقيت الدعوه صفاطيه وسلطان فلا بالله و99 لا بالله. ما دامك ما ترضى سيد ان رجال تهان عط المنصب الحساس رجال كيف ولا لجل ما يقلل من مقام اكثر الشيخان. ولجل من يقدم شيء يجيه في حله. وما دمت يا ابو متعب النذر وكنان وشعبك عطوك ارواح طبع وجبله. فبك الله يطول بعمرك. تشوف الان كلامي صحيح أو فيه يا سيدي خله. يجوز أني الله يحفظك غاوي وغلطان، تراني بشر ماني محمد رسول الله. ترانا مثل الأخوان وأكثر من الأخوان. وهذه نصيحة شاعر قلبه يدل نهاية كلامي جاك علمي وأنا زعلان. إذا زال لك فوق